بسم الله الرحمن الرحيم. أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي وفضل من الله. تم تحرير مدينة الطبقة بالكامل من جميع الفروع الأمنية، وشاركت كل من الكتائب التالية: جبهة النصرة، أحرار الطبقة، سرايا الفرات، أويس القرني، أحرار الشام، لواء التوحيد، كتيبة البراء، حذيفة بن اليمان، محمد بن عبد الله. وتم اغتنام جميع الأسلحة الحربية الثقيلة والمتوسطة بفضل من الله. وهذه هي غنائمهم: مسدسات حربية كافة أنواعها، وهذه بواريد لإطلاق القنابل، مصممة لإطلاق القنابل، رشاشات 14.5، رشاشات بكيتيه، والذخائر كلها بفضل من الله. ذخيرة مدفع 23، قنابل يدوية، أجهزة إشارة. هذه الصناديق كلها ذخيرة 23 و57. الحمد لله. أسلحة حربية ومدافع 23 بفضل من الله. مدافع 23. مضادات دروع. تم بحمد الله السيطرة على جميع الفروع الأمنية: كتيبة المدفعية، وكتيبة الدفاع الجوي 23، وسد الفرات بإذن الله. الحمد لله. وهاي ذخائرهم. كنا نتمنى دعم خارجي، ولكن بإذن الله لن نحتاجهم بإذن الله. واقيات من أجل الكيماوي. هذه كلها مصادرات من الأمن العسكري. الحمد لله رب العالمين. الطبقة يوم الجمعة المصادف 15/2/2013. الغنائم التي سيطر عليها الجيش الحر أثناء معركة تحرير الطبقة. الله أكبر، العزة لله. الله أكبر. الله.